بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب السعادة السفراء، سيداتي وسادتي، الحضور الكريم، أسعد الله مساءكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأدبي المميز. أحييكم أنا وأعرفكم بنفسي، معكم ديقة محمود. في هذه المناسبة الاستثنائية نجتمع لنحتفي بإطلاق كتاب سفير في بلد الإنسانية للكاتب سعادة السفير عبد القادر أمين شيخ، ونرحب أيضا بسعادة السفير جمهورية الصومال الفيدرالية في دولة الكويت والراعي الرسمي لهذه الأمسية الأدبية الدكتور عبد الله محمد شيخ عبد الله. كذلك نجدد الترحيب مرة أخرى بسعادة السفير جمهورية جيبوتي الشقيقة عبد القادر حسين عمر، أيضا سعادة السفير عبد القادر أمين شيخ مدير معهد الدبلوماسية والتدريب الصومالي. كذلك نرحب بالسيد رئيس الجالية الصومالية في دولة الكويت الأستاذ محمود حاجي محمد. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأهلا وسهلا في هذا الحدث الجميل الذي جمعنا جميعا بيد واحدة. وخير ما نبدأ به جمعنا المبارك آيات عطرة يرويها على مسامعنا فضيلة الشيخ عبد الله محمد أمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. نرحب بكم مرة أخرى في هذا اللقاء الأدبي. نرحب بكم في هذا اللقاء الأدبي حيث يجتمع الفكر والإنجاز والكتاب والقلم لتدشين كتاب سعادة السفير عبد القادر أمين، الرجل الذي جمع بين رسالتي التعليم والدبلوماسية وبين بناء العقول